نفسك بتوهك بأنها ممكن تشغلك بعيوب الآخرين وبمقدرهم وبقدرهم عن شغلتك، وميزتها إنها بتحرر عملك من قدرات الناس اللي مش عاملين زيك. فكرة إنه ذنوب بعضهم حسناتك، في أحسن حاجة أنت ممكن تعملها في حد تاني لو عملها بيتلطش بالقلم، بيتعاقب، عيب يعملها، ودي أحسن حاجة عندي أنا وشرحه. الجريمة اللي أنت بتعملها هي أحسن حاجة واحد تاني محتاج يوصل لها عشان هو وحش قوي. مفيش حاجة اسمها وحش قوي. وحش قوي حاجة بتتحرك معاك وانت بتشتغل، انت نفسك تعرف الحاجة دي كويس، تعرف الحاجة دي في مثلا في والله انا كنت بتمرن وبعدين بقيتش اتمرن، ولا كنت بصلي وبعدين بقيتش اصلي، والله كنت صاحي وبعدين بقيتش اصحى، ولا كنت بعمل وبعدين بقيت وحش قوي. حاجتين مهمين لازم تفهمهم. واحد، ان مش معنى ان انت بقيت وحش قوي في حاجة انك كلك وحش، لان نفسك بتحب تعمل كده، يعني تولع بقى في. كنت القصة دي قصة قديمة قوي. كان واحد صاحبي الله يمسيه بالخير، تامر، كنت اسميه دايما من ظرفاء العصر، مرة ركب ميكروباص، القصة دي مثلا بقالها 40 سنة او 35 سنة، ركب ميكروباص ولقى 2 بلدياتنا وقاعدين كده جنب بعض، وبعدين راح واحد منهم بص التاني وقال له ريحة خشمك جبر. قال له يلا يكش تولع. من هذا المنطلق يعني اللي هو بيقول له انت ريحة بقك وحشة قوي، قال له يلا جت على ريحة بقي. خلي بالك كويس ان نفسك بتحب الحاجة دي، بتحب لما تولع كده، ما باظت بقى، تحب قوي الحاجة دي، ما باظ بقى يا عم بقى جت على دي بجملت. مفيش بجملت في الدنيا، مفيش حاجة اسمها بجملت دي عادة عقلية سيئة جدا، مشكلة نفسية كبيرة جدا. مفيش حاجة بجملت، احنا بنحاسبك على كل ما انت عليه. لما في حاجة هو ربنا بيعملك اصلا الكونسبت ده بتاع ان الحسنات يذهبن السيئات. الله، ده انا ممكن يكون في نفس اللحظة اللي انا بعمل فيها حاجة وحشة ربنا بيشل بيها الذنب اللي انا بعمله لاني بعمل حاجة حلوة. ايه ده؟ عايزينك كده، عايزينك مصحصح، عايزينك دايما بتشتغل عند الشغلانة بتاعت ان انت بتحاول تبقى احسن، حتى وفي حاجات بتبوظ منك، حتى وفي حاجات بتبوظ فيك، حتى وفي اخرام بتحصل في نفسك ما تقدرش تسيطر عليها، تفضل برضو شغال في الحكاية دي. اوعى تدخل في بتاع ياكش تولع ده من اول ان انت تبقى ماشي في الشارع، ويعني هتعمل ايه يعني المنديل بتاعي يعني هو اللي هيبوظ الشارع؟ هيبوظ الشارع زيادة، والاهم من انه هيبوظ الشارع هيبوظك انت، هيخليك انت مزبلاتي. الكذبة بتاعتي هي اللي هتعوج الكون، وأسوأ من إنها هتعوج الكون إنها هتخليك أنت كذاب. الوحاشة اللي أنا هحطها دي هي اللي هتبوظ البتاع. والأوحش من إنها بتبوظ البتاع إن بتخليك أنت وحش. وعارف إيه أوحش حاجة في الموضوع بتاع الوحاشة؟ إن في أوحش وأوحش وأوحش. يبان الحكاية دي في الخناقات، الناس في الخناقات الخناقات معمولة أصلا طبعا كل حاجة ربنا خلقها عشان تعلمك حاجة. الخناقات أكتر حاجة أنا بشوف فيها الدوامة دي بتاعت إنه ده مفيش نهاية، ده مفيش نهاية الوحاشة، ده
لانه بقى في انفس الناس دلوقتي ملتهبه، وكل واحد عامل كده والتاني عامل، وكل واحد خايف، وكل واحد باصص تاني باصه مش عارف ايه. وكل ما انت تزود كل ما الوحاشه تزيد، كل ما انت تزود. يعني انت لو مسكت حاجه شيء في الدنيا تكسره، بعد لحظه كده خلاص ما بقاش. يعني امسك قشره بيضه وكسرها كسرها، فشفشها خلاص، حقيقي ما ينفعش تكسرها اكتر. لكن في البني آدم، في نفس البني آدم، في الغلط اللي احنا بنعمله مفيش حدود للوحاشة. والخناقات هي الملعب اللي انت تشوف بيه فيه بوضوح شديد جدا ازاي مفيش حدود للوحاشة. اوحش 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 أو فين الاخر؟ مفيش اخر. ظلمات بعضها فوق بعض ضلمه في ضلمه، ضلمه ضلمه، وحش وحش، كذب في كذب في وسع بقى. مش لازم خناقه بس، كذب. ازاي البني ادم بيبقى يبوظ، ازاي البني ادم قلبه يبوظ، يفضل يعمل وحش في وحش في وحش، يكذب على ده، يخدع ده، يوعد ده، يخلف معاه، يعمل كده، ياخد حاجه مش بتاعته، يبص البتاع، يتكلم عن الناس، يحسد الناس، يحقد على الناس، يفضل كل حاجه من دول تعمل وحش 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 وحش. ايه هتروح فين؟ هروح لحد الجحيم. هروح في الجحيم هنا وهروح في الجحيم هناك. ما تعملش كده في نفسك ابدا. ده المغزى بتاعها. الله بيقول لعباده الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. نفس الفكره دي، ما تيأسش من رحمه الله، وما تيأسش من نفسك، لان نفسك هي اصلا هي الحاجه اللي بتتلقى رحمه الله، هي الحاجة اللي بتستحق رحمة الله، اللي ربنا عاملها عشان تتلقى رحمته. فأنت ما don't give up on yourself. ما تيأسش من نفسك، ما تيأسش من تحسين نوعك، ما تقولش ما الناس بتعمل، ما ترميش نفسك كده، وما ترضاش الشيء الدنية دي، ما ترضاش الشيء الخايب ده. وطبعا طبعا طبعا زي ما احنا ممكن نتعلم الحكاية دي من الناس اللي بتنجح، ازاي هم ما بيفوتوش حاجة، وما بيفوتوش فرصة لتعلم الأحسن وما بيعملوهاش، وما بيفوتوش فرصة لتعلم الأوحش عشان لو ما شفتش اللبن هتبقى زي عمو ده ما يعملوهاش برضو. انه كمان لو انت عشت حياتك الحاجات مش مهمة بالنسبة لك بره، كمان هنا ما بقاش مهمة بالنسبة لك. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي لما تكون مواطن مصري طبيعي زي اغلب الناس اللي هم عندهم محل دول، وبعدين بيكنس قدام المحل بتاعه ويروح رامي البتاع كده على جنب، شيء غريب جدا. بواب بتاع عمارة يكنس قدام العمارة، فعربية معدية بتعمل لهم والهواء يزق شوية وهو نفسه يخبط فيهم فينطورهم. شيء عجيب. الحالة اللي عليها حياتك، الحالة اللي عليها الدكانة بتاعتك والمكتب بتاعك والورشة بتاعتك والحيطة اللي عليها والدرج بتاع والحاجة دي، في نفس البني آدم كمان بتليق الحاجات على بعض كده. يعني طبعا في فرق كبير بين النعكشة وبين الوحاشة، لأن أنت ممكن تبقى منعكش بس مش وحش. أنا مش قصدي على النعكشة، أنا قصدي على القبح، أنا قصدي على الوساخة. ما ينفعش تبقى بتتعامل مع القبح والوساخة على إن هم عادي بره، وهتيجي في نفسك فتروح بقى متعامل مع إن نفسك دي ما ينفعش فيها الوساخة. لا، لأن أنت بتتعود. وخلوا بالكم إن ده بقى مهم جدا في أثر حياتنا على بعض، إن الناس أصحابك لما يكونوا الوساخة عندهم عادي، انت بيبقى الوساخة عندك عادي. وكل ما الوساخة بتاعتك عندك تبقى عادي، كل ما الوساخة في نفسك تزيد. الوساخة مش عادي، مفيش وساخة عادي. الكذب مش عادي، إخلاف الوعد مش عادي، مش عادي. الفلوس الحرام مش عادي أبداً.
أذية الناس مش عادي، اغتياب الناس مش عادي أبدا. إنك تدوس على الناس مش عادي، إنك تزعل حد قوي مش عادي، إنك تفرم في حد وإنت بتكلمه مش عادي، إنك توجع حد مش عادي، أنت أصلا مش عادي، أنت أصلا رجل مش عادي. الوحاشة مش عادي. ما تعودوش نفسكم على الوحاشة عشان الوحاشة مش عادي.